في اليومين اللي فاتوا دول حصل مؤتمرين من أهم مؤتمرات السنة دي، وهما سامر جيم فيست ومؤتمر إكس بوكس. في الفيديو ده هنتكلم عن أهم اللعب اللي ظهرت في المؤتمرين، وهنبتدي بمؤتمر سامر جيم فيست. مؤتمر سامر جيم فيست السنة دي كان مليان مفاجآت من العيار التقيل، وبصراحة من أول دقيقة لآخر دقيقة كان فيه إعلانات قوية جدا. وهنبتدي بأول لعبة كانت ريزيدنت ايفل فيرونيكا، ده الريميك بتاع ريزيدنت ايفل كود فيرونيكا. وأخيرا كابكوم قررت ترجع واحدة من أكتر أجزاء السلسلة اللي الجمهور كان بيطلب ليها ريميك من سنين. يا جدعان، احلى حاجه في كابكوم انها بتقدر لاعبينها، مش زي شركه تانية يوم ما تفكر تعمل حاجه تعمل ريماستر تعبان، ولو حطيت مود جاهز او رشيد هيبقى احسن بكتير. بس ما علينا. هي القصه اصلا هتحكي عن كلير ريدفيلد بعد احداث ريزنت ايفل 2. العرض ورانا اجواء رعب وشخصيات رجعت بشكل جديد بالكامل، وده خلى جمهور ريزنت ايفل يولع حرفيا في السوشيال ميديا. نيجي بقى للعبه اللي كلنا كنا ناسينها وفاكرينها اتكنسلت اصلا، عشان كان اخر مره اتكلموا عنها كانت في 2023، وبعد كده ما تجابش سيرتها في اي حاجه تاني. بس ظهرت من يومين في العرض، وهي ذا لاست رونن، واللي واضح انها تكون مختلفة تماما عن اي لعبة سلاحف النينجا شفناها قبل كده. اجواء سوداوية وقصة انتقام وبطل وحيد بيحاول يواجه مصيره في عالم كله متدمر، ودي من اكتر الالعاب المنتظرة حاليا. وهي اصلا اللعبة متاخدة من كوميك سوداوي لسلاحف النينجا. وفي لعبة ظهرت في العرض اسمها كروس فاير. اللعبة دي فاجأتني الصراحة بتحريك الشخصيات والجرافيكس بتاعها وطريقة الأكشن. حاسسها الصراحة هتنافس جامد، واللي ركزت على الأكشن والانفجارات والمعارك العسكرية الضخمة. اللعبة شكلها بتحاول تقدم تجربة قوية تنافس كبار النوع ده زي كول اوف ديوتي وباتل فيلد، والجرافيك اللي ظهر كان مبشر جدا الصراحة. وبرضه من الحاجات اللي شدتني في العرض وكانش حد متوقعها تقريبا الإعلان عن لعبة سو. رجوع سلسلة سو لعالم الألعاب كان مفاجأة كبيرة، خصوصا لعشاق الرعب النفسي والألغاز المميتة. لسه التفاصيل قليلة عن اللعبة، لكن مجرد الاسم كان كفاية يلفت انتباه ناس كتير. وكمان شفنا عودة مشروع أمستردام 1666، اللعبة اللي اختفت لسنين طويلة رجعت أخيرا للواجهة، وبتوعد بتجربة مختلفة تمزج بين التاريخ والرعب والعناصر الخارقة للطبيعة في مدينة أمستردام القديمة. ومن الألعاب اللي خطفت الأنظار كانت بلاد مسج. أول ما التريلر اشتغل ناس كتير افتكرتها لعبة أكشن سينمائية جديدة شبيهة لأنشارتد أو جوست اوف توشما، لكن مع كل ثانية كانت اللعبة بتثبت إن عندها هواية خاصة بيها. اللعبة بتاخدنا للصين في أواخر عهد أسرة تانج سنة 848، وبتحكي قصة رسول مجهول بيحاول يوصل رسالة مصيرية ممكن تغير مستقبل وطنه بالكامل، لكن الرحلة مش هتكون سهلة لأن الطريق مليان حروب وأعداء ومخاطر من كل اتجاه. اللي شد انتباه الناس فعلا هو المستوى البصري الخرافي للجرافيك المعتمد على انريل انجن 5. ظهر بشكل قوي جدا سواء في البيئات الصحراوية او المعارك الضخمة او المشاهد السينمائية اللي كانت شبه فيلم تاريخي ضخم. كمان اللعبة بتركز على القصة بشكل كبير، وبدل ما تحكي قصة امبراطور او قائد جيش، لا هي بتركز على الاشخاص العاديين بيحاولوا النجاة وسط احداث تاريخية ضخمة. وده شيء خلاها مختلفة عن العاب الاكشن التقليدية. ومن اللي اتشاف في العرض واضح ان احنا هنشوف مزيج بين القتال بالسيوف والتخفي والاستكشاف والمشاهد السينمائية الملحمية، وده خلى ناس كتير تقارنها بألعاب زي The Last of Us أو Uncharted من ناحية التركيز السرد والقصة. بصراحة بلاد مسج كانت من أكبر المفاجآت في المؤتمر، وممكن جدا تكون واحدة من أقوى ألعاب القصة في السنين الجاية لو قدرت تحافظ على المستوى اللي ظهر في التريلر. من أكبر مفاجآت المؤتمر كانت لعبة كلاتش. اللعبة الجديدة جاية من استوديو مافريك جيمز، واللي أساسه مطورين اشتغلوا قبل كده على سلسلة فورزا هورايزن، وده لوحده كان كفاية يخلي عشاق العربيات يركزوا معاه. قصة اللعبة بتدور حوالين إخوات في عالم السباقات الاحترافية بيشاركوا في بطولة ضخمة اسمها أرون كي، واللي تعتبر واحدة من أعرق بطولات السباقات في العالم. لكن الأمور مش بتقف عند السباقات القانونية بس، لأن الأحداث بتاخد اللاعبين لعالم سباقات الشوارع والمطاردات الضخمة. العرض اللي اتشاف في المؤتمر كان مليان عربيات فخمة ومشاهد سينمائية خلت ناس كتير تشبهها فورزا هورايزن ونيد فور سبيد. كمان اللعبة هتقدم عالم مفتوح ضخم ونظام تعديل عربيات متقدم جدا. اللي بيشد الانتباه فعلا هو تركيز اللعبة على القصة، لأن معظم ألعاب العربيات بتعتمد على السباقات، ولكن لعبة كلاتش بتحاول تقدم شخصيات وأحداث وصراعات حقيقية جنب الأكشن والسرعة. ولو المطورين قدروا ينفذوا كل الأفكار اللي وعدوا بيها، فممكن نكون قدام واحدة من أقوى ألعاب العربيات في السنين الجاية، وتكون فعلا منافس حقيقي لسلاسل كبيرة زي نيد فور سبيد وفورزا هورايزن. بصراحة المؤتمر السنة دي قدم تشكيلة متنوعة جدا، رعب زي ريزنت ايفل وسو، وأكشن زي كروس فاير، وقصص قوية زي ذا لاست رونن، وغموض زي امستردام 1666. والصراحة المؤتمر قدم لنا ألعاب كويسة جدا. تعالوا بقى نتكلم عن مؤتمر اكس بوكس. مؤتمر اكس بوكس السنة دي مش مجرد ألعاب، لأ ده إعلان عن جيل جديد من التجربة. ونبدأ بالأسطورة جيس اوف وور، رجعت بشكل أضخم وأعنف من أي وقت فات. قتال قريب، دم وصوت رصاص، نظام تغطية متطور يخلي كل اشتباك كأنه فيلم حرب حقيقي.
وبعدين ندخل على مسلم وهو قبلك تيل. رجعت بقى رحلة أقصى نفسيا، التطور مدمر كل حاجة والخطر في كل زاوية. اللعبة بتلعب على المشاعر قبل ما تلعب على الأكشن. والجزء ده هيحكي عن صوفي، شخصية جانبية غير الشخصية الأساسية اللي هي اميسي. وقبلك تيل ليها فيديو لوحده هينزل قريب إن شاء الله. وهنوصل لأخطر رحلة نفسية وهي هيل بليد. رجعت وسينو داخلة في صراع أعمق مع عقلها، أصوات في دماغها، هلوسات، وعالم مش واضح وهو حقيقة ولا جنون. دي مش لعبة، لأ دي تجربة نفسية تقيلة جدا. اللعبة هتنزل قريب وهي ليها جزئين، وده الجزء التالت ليها. وكمان هيلو رجعت من جديد بشكل جديد ومتطور في تجربة أعمق، ماستر شيف، معارك فضائية ضخمة، وعودة أقوى من أي وقت فات. والمفاجأة الحقيقية في العرض كانت كريزي تاكسي، ريميك عالمي، سباقات مجنونة، شوارع مفتوحة، وفوضى ممتعة زي زمان بس بروح الجيل الجديد. صراحة أنا مبسوط جدا اللي اتعمل لكريزي تاكسي. لعبة حلوة والكل بيحبها، كبير صغير. أنا مبسوط جدا إن اتعمل لها ريميك. وفي كمان جهاز اكس بوكس قدمته في العرض بمناسبة مرور 25 سنة. جهاز أخضر شفاف مميز جدا. في النهاية اكس بوكس مش بيعرض ألعابه بس، لأ ده كان بيصنع تجارب هتفضل في الذاكرة لسنين. وبس كده، لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك. وبس كده، اشوفكوا في فيديو جديد.